عناوين النشر: رئيس وزراء ماليزيا يختتم زيارته الرسمية لإثيوبيا التي استمرت ل3 أيام. وزير الزراعة الإثيوبي يقول إن مسألة السيادة الغذائية هي مسألة كرامة واستقرار واستقلال اقتصادي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه نشرة إخبارية مشاهدينا الكرام تأتيكم من قناة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي، نقدمها لكم من عاصمة أديس أبابا. أنهى رئيس وزراء عناوين النشر: رئيس وزراء ماليزيا يختتم زيارته الرسمية لإثيوبيا التي استمرت ل3 أيام. وزير الزراعة الإثيوبي يقول إن مسألة السيادة الغذائية هي مسألة كرامة واستقرار واستقلال اقتصادي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه نشرة إخبارية مشاهدينا الكرام تأتيكم من قناة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي، نقدمها لكم من عاصمة أديس أبابا. أنهى رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم زيارته الرسمية لإثيوبيا التي استمرت ل3 أيام، وعاد إلى بلده أمس الخميس. وشملت زيارة رئيس الوزراء الماليزي عدة فعاليات رسمية، منها محادثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد في إطار بروتوكول التعاون بين البلدين، وزيارة القصر الوطني، وزراعة شجرة الصداقة، وتبادل الوثائق الرسمية. كما تناولت المباحثات تعزيز التعاون في مجالات السياحة والصحة وخدمات النقل الجوي، إلى جانب الاتفاقيات المتعلقة بالشراكة بين مجلس كولومبور ومدينة أديس أبابا في مجالات الإدارة المحلية. وتأتي هذه الزيارة بعد عام من زيارة رسمية قام بها الدكتور أبي أحمد إلى ماليزيا لتؤكد استمرار تعميق العلاقات الثنائية بين إثيوبيا وماليزيا. قال وزير الزراعة الإثيوبي أديسو أرقا إن إفريقيا يجب أن تمتلك القدرة على إطعام شعبها بمواردها الخاص وابتكاراتها وعزيمتها، لأن مسألة السيادة الغذائية هي مسألة كرامة واستقرار واستقلال اقتصادي. جاء ذلك في افتتاحه المؤتمر الدولي حول ضمان السيادة الغذائية في الدول الإفريقية الذي نظمته السفارة الروسية في أديس أبابا. وأضاف أن إثيوبيا وضعت التحول الزراعي في صميم أجندتها التنموية الوطنية، وقال تركيزنا واضح وهو تقليل الاعتماد على الواردات وتسخير مواردنا من الأراضي والمياه بفعالية أكبر، وتحديث نظامنا الإنتاجي وبناء نظام غذائي منتج وتنافسي ومستدام. كما أوضح أنه من خلال توسيع نطاق الري وتوسيع نطاق المكينة وتعزيز التسويق من خلال الزراعة العنقودية تشكل إثيوبيا حقبة جديدة في قطاعها الزراعي. وأشار الوزير إلى أن هذا التحول يتحقق من خلال العزيمة والتنسيق والابتكار، مما يظهر ما يمكن تحقيقه عندما تتوافق الرؤية مع العمل.
وأضاف أن الشراكة طويلة الأمد مع الاتحاد الروسي تعكس الفهم المشترك بأن التنمية المستدامة تتطلب استثمارا طويل الأجل ومواءمة استراتيجية. خبراء ومسؤولون دوليون يشيدون باختيار إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الثاني والثلاثين في عام 2027. وللمزيد في التقرير التالي. أشاد خبراء ومسؤولون دوليون باختيار إثيوبيا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 32 المقرر عام 2027، مؤكدين أن هذا القرار يعكس مكانة البلاد المتنامية في قيادة الجهود المناخية إقليميا وعلى مستوى العالم. وقال البروفيسور ماكس هولمز رئيس مركز وودويل لبحوث المناخ إن الاختيار يمثل شهادة على قيادة إثيوبيا ونجاحها في إدارة الملفات البيئية الكبرى. I'm Max Holmes. I'm the president of the Woodwell Climate Research Center. أرى أن هذا يعد شهادة رائعة على القيادة التي أظهرتها إثيوبيا. لقد استضافت بنجاح قمة المناخ الإفريقية في وقت سابق من هذا العام، وأعتقد أن ذلك النجاح سيبنى عليه مستقبلا. وأعتقد أيضا أن استضافة مؤتمر كوب تمثل تحديا هائلا لأي بلد، وأينما عقد المؤتمر فهناك دائما مطبات في الطريق، لكنني أعتقد أن إثيوبيا ستنجح، وأرى أن هذا دليل على القيادة التي أظهرتها إثيوبيا خلال السنوات الماضية. هولموز أشار أيضا إلى التعاون الجاري بين مركزه والحكومة الإثيوبية في تقييم المخاطر المناخية، مؤكدا أن إثيوبيا تستعد بجدية للمرحلة المقبلة قبل انعقاد المؤتمر. To both get ready for hosting the COP, but also to look really closely at the activities that they're engaged in, both for what Ethiopia can do for climate change mitigation and adaptation for dealing with the climate change. كما عبرت ميرديس رايدر رودي نائبة الرئيس لشؤون الشراكة العالمية في Environmental Defense Fund عن تفاؤلها بقدرة إثيوبيا على استضافة حدث دولي بهذا الحجم، مشيرة إلى نجاح القمة الإفريقية للمناخ التي احتضنتها أديس أبابا مؤخرا. I think that at Environmental Defense Fund, I was very happy to hear and learn last week that the African group of negotiators had confirmed approval of Ethiopia as its bid. كنت سعيدة جدا عندما علمت بأن مجموعة المفاوضين الأفارقة أكدت دعم إثيوبيا لرئاسة واستضافة مؤتمر كوب 32 لعام 2027. حضرت القمة الإفريقية الثانية للمناخ في إثيوبيا قبل شهرين، وكانت منظمة بشكل ممتاز. أنا سعيدة برؤية إثيوبيا دولة من مجموعة الدول النامية تتقدم لتتولى هذا الدور القيادي، فهي جاهزة للانتقال إلى المسرح العالمي واستضافة كوب 32 في أديس أبابا، مؤكدة قيادتها بلا شك. وفي السياق نفسه أكدت ماريانا بانوينسو فيلادمين من شركة NDC أن اختيار إثيوبيا جاء بإجماع الدول الإفريقية، معتبرة أن البلاد انتقلت من القيادة الإقليمية إلى القيادة العالمية في قضايا المناخ. So Ethiopia has been demonstrating leadership domestically, so in the country, has been demonstrating leadership regionally with the recent hosting of the Africa Climate Summit. إثيوبيا أظهرت قيادة واضحة على المستوى الوطني، وقد أظهرت أيضا قيادة إقليمية من خلال استضافتها الأخيرة لقمة المناخ الإفريقية، والآن تنتقل هذه القيادة إلى المستوى العالمي برئاسة مؤتمر كوب 32 والذي سيعقد في إثيوبيا، وقد حظي هذا الترشيح بتأييد كامل من جميع الدول الإفريقية. وأود أن أشيد بإثيوبيا لتقدمها إلى المسرح العالمي لتقود مؤتمر كوب 32.
And that recent meeting in Addis has showcased that in numerous fronts. I think that same message, the message of turning the needs of Africa into the opportunity of growth for Africa. ويعد مؤتمر كوب 32 فرصة استثنائية لإثيوبيا لإبراز رؤيتها في تحويل تحديات المناخ إلى فرص للتنمية ولتعزيز دور إفريقيا في المفاوضات الدولية حول المستقبل الأخضر. ناقشت إثيوبيا وأذربيجان سبل تعزيز التعاون في قطاع الصناعات الدفاعية خلال زيارة وفد أذربيجاني رفيع المستوى إلى أديس أبابا. وصل الوفد الأذربيجاني برئاسة وزير الصناعة الدفاعية فوغر فالي أوغلو ميست فايف في زيارة عمل، وأجرى محادثات مع وزيرة الدفاع الإثيوبية المهندسة عائشة محمد وعدد من كبار المسؤولين. وأشارت وزيرة الدفاع الإثيوبية إلى جهود بلادها هي تطوير بنيتها التحتية للصناعات الدفاعية، مؤكدة الرغبة في الاستفادة من خبرة أذربيجان في التكنولوجيا العسكرية والقدرات الصناعية. قال السفير الإثيوبي لدى المملكة العربية السعودية الدكتور مختار خضر إن الشراكة بين إثيوبيا والمملكة العربية السعودية مدفوعة بالمنفعة المتبادلة وتحقق نتائج واضحة. وأشار السفير إلى أن البلدين تربطهما علاقات ثقافية ودينية وشعبية راسخة. وأوضح أن العلاقات الدبلوماسية الرسمية بدأت في منتصف القرن التاسع عشر، مما مهد الطريق لتعاون واسع النطاق اليوم. وأكد السفير مختار خضر أن الشراكة بين إثيوبيا والمملكة العربية السعودية قد شهدت تقدما ملحوظا منذ التغيير الحكومي في إثيوبيا، ووصل البلدان الآن إلى علاقات استراتيجية رفيعة المستوى مدعومة بتوسيع التعاون في مجالات متعددة. صرح سفير الدنمارك لدى إثيوبيا سون كارغوستروب بأن الدنمارك مهتمة بتعزيز وتوسيع تعاونها مع إثيوبيا في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وقال السفير الدنماركي في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية أن إثيوبيا والدنمارك تعززان تعاونهما في برامج مختلفة. وأضاف أن إثيوبيا والدنمارك وقعتا مؤخرا برنامج تعاون إنمائي مدته 5 سنوات في قطاعات حيوية مثل الزراعة والوصول إلى المياه والطاقة. وتتمثل المبادرة الرئيسية في برنامج التعاون هذا في التنسيق الزراعي من خلال الابتكارات الذكية مناخيا والشاملة التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية والمرونة وتكامل السوق في قطاع الزراعة. وأشار السفير بمبادرة إثيوبيا الاستبقائية لتحفيز النمو وقيادة التحول الأخضر، مما يدعو نموذجا يحتذى به لدول الأخرى في إفريقيا. حصلت إثيوبيا على تكريمين من الاتحاد الدولي الألعاب القوى تقديرا لدورها في تنظيم سباق الجري الكبير وللإنجاز التاريخي للعد الأسطور أبب بكلا. وجرت مراسم تكريم في المتحف الوطني بأديس أبابا، حيث أشير إلى الدور المتنامي للرياضة في تعزيز السياحة مع إبراز سباق الجري الكبير بوصف أحد أهم الفعاليات الرياضية التي تسهم في جذب الزوار. وأكدت عمدة مدينة أديس أبابا دانيتش أبيبي في كلمتها أن للجري تاريخا ومكانة راسخة في إثيوبيا. كما استذكر إنجاز أبيب بكلا الذي ركض حاف القدمين في ماراثون روما عام 1952 محققا ميدالية ذهبية تاريخية رفعت اسم إثيوبيا عالميا.
قبل ختام النشرة مشاهدينا الكرام نذكركم بأبرز ما جاء في الأخبار. رئيس وزراء ماليزيا يختتم زيارته الرسمية لإثيوبيا التي استمرت ل3 أيام. وزير الزراعة الإثيوبي يقول إن مسألة السيادة الغذائية في مسألة كرامة واستقرار واستقلال اقتصادي. متابعينا الكرام، إلى هنا تنتهي نشراتنا الإخبارية لهذه الساعة. نشكركم لحسن المتابعة. دمتم بأمان الله ورعايته.